قدم طلاب جامعة كوباني قسم ديوان الأدب واللغة الكردية مشروع تخرجهم، والذي ضم معرضا فلكلوريا لتراث الثقافة الكردية، وبحضور الطلبة المتخرجين وذويهم وإدارة جامعة كوباني. قدم طلبة قسم اللغة الكردية في جامعة كوباني مشروعهم التخرجي عبر احتفالية أقيمت في الجامعة. آراس حسو مدرس اللغة الكردية في جامعة كوباني قال إن مشروع التخرج تناول اللغة والثقافة والفلكلور الكردي. بهذا الصدد قال ديار حمي موظف في جامعة كوباني إنه بالتوازي مع تخرج الطلبة كان هناك معرض فلكلوري للتراث الكردي. من جانبها أشارت خزنة إبراهيم الرئيسة المشتركة لجامعة كوباني إن الطلبة المتخرجين ناقشوا مشاريعهم أمام الحاضرين. كما تعلمون، في نهاية السنة الرابعة من دراسة الطلبة قدموا مشروع تخرجهم، والذي شمل على اللغة والثقافة والفلكلور الكردي. أردنا أن تكون فعالية مشروع التخرج كمنتدى تعرض فيه المحاضرات ومعرض فلكلوري ويجتمع فيه فنانو المقاطعة. محاضراتنا تمحورت عن اللغة الكردية والثقافة والفلكلور. بمناسبة تخرج طلاب السنة الرابعة في جامعة كوباني والذين عرضوا مشاريع تخرجهم بالتوازي، كان هناك معرض فلكلوري إضافة لمحاضرات قيمة. طلاب السنة الرابعة للغة الكردية ناقشوا في حفل تخرجهم مشاريعهم، وكلنا يعلم بأن الطلبة تعبوا كثيرا وواجهوا صعوبات حتى وصلوا لهذا اليوم، صعوبات في البحث وإعداد مشاريعهم، وهذا ليس أمرا سهلا. وهؤلاء الطلبة منذ فترة وهم يحضرون مشاريعهم بجد.